هنا مسجد ومدرسة السلطان حسن. مسجد السلطان حسن ده من أضخم المساجد اللي اتأسست في عصر المملوكي، في عصر السلطان حسن ابن ناصر ابن محمد ابن قلاوون، واتأسس سنة 1356. والمسجد بقى بيتكون من 4 إيوانات قدام بعض، وبيتوسطهم الصحن المكشوف ده اللي بيتكلم عن جمال العمارة الإسلامية. مساحة مسجد السلطان حسن 8000 متر مربع، وارتفاعه 150 متر. والمسجد ليه مأذنتين، واحدة فيهم كانت أطول مأذنة في مصر لأن ارتفاعها كان 80 متر فوق المسجد. وكان المقرر إنه يكون للمسجد 4 مآذن، أنشأوا مأذنتين، ولما جم ينشئوا المأذنة الثالثة وقعت وقتلت 300 من الدارسين في المدرسة، فأمر السلطان بوقف بنائه. وفي مدرسة السلطان حسن كانت بتضم 4 مدارس فقهية للمذاهب ال4: المدرسة المالكية والمدرسة الحنبلية ومدرسة أبو حنيفة ومدرسة الإمام الشافعي. وأنا في جولتي بقى فالواحد بيقابل ناس ما شاء الله عليهم جميلة ولطيفة، وكان من ضمن الناس دي الأستاذ حسن. الأستاذ حسن ده من مجلس الأعلى للطرق الصوفية، وهو جاي مكرس نفسه للخدمات في المساجد والتراث المصري الأصيل. وعلى فكرة بقى هو جاي من قنا ونجع حماد، صح؟ مظبوط. ربنا بجد يجزيك خير. أنا عايزة أقول لكم إن هو ما شاء الله عليه، يعني ما سابنيش من ساعة ما دخلت المسجد الرفاعي والسلطان حسن، وعمال يشرح لي حاجات كده جميلة وما شاء الله عليه يعني، وعلى معلوماته الجميلة. نورتنا يا أستاذ حسن. شكرا جزيلا لذوقك يا رب. الجزء اللي جنبي ده بقى كانت مغسلة للأموات، يعني كان أي حد متوفي فكانوا بييجوا يغسلوه هنا وبيكفنوه وبيصلوا عليه في المسجد. ودي كانت جولتنا في مسجد السلطان حسن، وجميلة يا بلد.